تعال اقول لك على قصة كفاح عن الولد اللي هزم الفقر. الليل ساكت والقرية غرقانة في الضلمة، مفيش غير صوت الهواء وهو بيهز ورق الشجر، وولد صغير قاعد تحت ضوء مصباح ضعيف ماسك كرة قديمة ومش قادر ينام. في اللحظة دي هو مش شايف الفقر اللي حواليه، هو شايف نفسه قدام آلاف الجماهير، شايف الكاميرات بتصوره، شايف الحلم اللي لسه بعيد لكن عارف انه هيقرب له. القرية اسمها بمبالي في السنغال، شوارع من تراب، بيوت بسيطة وحياة على قدها جدا. في وسط ده كله اتولد ساديو ماني سنة 1992، ولد عادي جدا لكن جواه حلم مش عادي خالص. من صغره الكرة كانت كل حاجة بالنسبة له، يلعب حافي بكرة شراب في عز الحر والمطر عادي جدا. لكن أبوه اللي كان إمام مسجد كان شايف الكرة مضيعة وقت، كان كل ما ماني يمسك الكرة كان أبوه يقول له سيب اللعب ده وركز في التعليم. ماني كان ساكت لكن كان جواه بيقول هتشوف وانا هبقى مين. الأيام عدت، أبوه توفى وساعتها ماني حس إنه خلاص الطريق بقى مفتوح قدامه. جاله كشاف وقال له تعالى العاصمة دكار فيها اختبارات. المشكلة إن مفيش فلوس، مفيش لبس، مفيش غير جزمة قديمة مقطوعة من الجنب. ركب ماني عربية نقل شايل فيها شنطة صغيرة وعينه كانت على العاصمة وقلبه على الحلم. وصل دكار لقى الملعب مليان عيال لابسين لبس جديد وجزم غالية، بيبص عليه ويضحكوا الواد ده جاي منين. لكن أول لمسة ليه على الكورة الملعب كله سكت. سرعة، مهارة، ذكاء، والمدرب مش مصدق اللي هو شايفه. ومن هنا ماني دخل أكاديمية جينيراسيون فوت وكل حاجة بدأت تتغير. 2011 فرنسا، بالظبط في نادي ميدز، أول مرة يخرج من بلده، يقابل البرد اللي بيقرص، الأكل الغريب، اللغة اللي مش فاهم منها كلمة، والوحدة اللي بتخليه يحس إنه غريب. لكن أول ما يدخل الملعب كان بينسى كل ده علشان يجي بعدها بسنة يروح ريد بول سالزبورج واللي كان في النمسا. بدأ يكسب بطولات الدوري والكاس وبدأت الناس كلها تعرف اسمه. في 2014 الحلم قرب أكتر، ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي. هناك عمل حاجة محدش نسيها، أسرع هاتريك في تاريخ البريمير ليج في أقل من 3 دقايق. الجمهور خلاص بدأ يحفظ اسمه. في 2016 النقلة الكبرى لليفربول، اليوم اللي مضى فيه العقد، كان ماني وقتها عارف إن ده باب جديد خالص عن اللي فات. الجمهور في انجلترا كان سامع اسمه من ايام ساوثهامبتون، لكن ليفربول ده ملعب الابطال، ده المكان اللي يا اما هتصنع فيه تاريخك يا اما هتتنسي. اول ماتش ليه بقميص ليفربول، جري، مهارة، هدف عالمي، وكانت الرسالة واضحة جدا، انا جيت هنا يا جماعة علشان اسيب بصمة. ومع صلاح وفيرمينيو تلاتة عملوا جبهة هجومية مرعبة، المدافعين كانوا بيصحوا من النوم وهم حرفيا بيفكروا ازاي هيوقفوهم. ماني كان مش بس بيجيب اهداف، كان بيعمل الفارق في اللحظات اللي الفريق محتاجه فيها فعلا. في موسم 2018 2019 كان ماني هداف الدوري الانجليزي ب 22 هدف بالتساوي مع محمد صلاح واوباميانج. وفي نفس الموسم لعب ساديو ماني دور كبير جدا في وصول ليفربول لنهائي دوري الابطال والفوز وقتها على توتنهام 2-0 علشان وقتها يرفع الكاس الكبيره لاول مره في مسيرته. وبعدها بسنه حقق مع ليفربول الدوري الانجليزي بعد 30 سنه غياب. اللحظه دي كانت دموع ماني بتقول كل حاجه، دموع فخر ودموع الولد اللي جاي من بمبالي ووقف في اكبر منصات الكره العالميه. ومش بس كده، ده خد معاهم السوبر الاوروبي وكاس العالم للانديه، وكان دايما ماني من الاعمده الاساسيه للفريق، وخد جائزه افضل لاعب في افريقيا مرتين. وفي 2022 خد جائزة سقراطس للأعمال الخيرية. ليه؟ لأنه ما نسيش بلده لحظة، بنى فيها مدارس ومستشفيات ووفر مياه نظيفة ودعم الشباب كمان بالتعليم. كان دايما بيقول الفلوس دي مش بس ليا لوحدي، دي الأهلي والبلدي. وبعد 6 سنين من المجد راح بايرن ميونخ سنة 2022، لكن الإصابات والمشاكل وقفت ضده. أما في 2023 بدأ فصل جديد، النصر السعودي جنب كريستيانو رونالدو. دلوقتي هو اللي بيكمل الحلم، بيكتب فصل جديد في قصة بدأت من الشوارع الترابية في بمبالي ومن ضلمة الليل في قرية صغيرة لأضواء الملاعب العالمية. ساديو ماني هو الدليل الحي إنك لو مسكت حلمك بإيدك عمرك ما هتسيبه حتى لو الدنيا كلها وقفت ضدك. وهو لحد النهاردة الحلم ده لسه شغال، ولسه الولد اللي كان بيلعب بكرة شراب واقف في الملعب بيبص قدامه وبيجري. وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة. لو عجبك اللي بنقدمه ما تنساش لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. أشوفك في فيديو جديد، مع السلامة.